السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله. النهاردة الموضوع ايه هو، او ايه كانت أعظم شفاعة في التاريخ؟ أعظم شفاعة في التاريخ كانت شفاعة سيدنا موسى لأخوه هارون، لما قال قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى: رب اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طلب سيدنا موسى من رب العالمين ان سيدنا هارون يكون وزير، وزير ليه ويبقى نبي. دي كانت شفاعة سيدنا موسى لسيدنا هارون اخوه سيدنا هارون. الاخ موضوع كبير يا جماعة. الاخ سند وحزام ظهر زي ما بيقولوا. شوفوا رب العالمين في نفس الآية قال: سنشد عضدك بأخيك. الأخ سند. لما سألوا أعرابي قالوا له يعني مات أخوك؟ قال لهم قسم ظهري. فالأخوة شيء كبير جدا وعظيم. محتاجين ان احنا نفهمها كويس حقيقي. الأخوة في أخوة الدم طبعا، الأخ اللي هو أخ، وفي الأخوة اللي هي أخوة الإسلام. ودي يعني لا، لازم نفهمها حقيقي. لازم نفهمها في ظل الخلافات والفتن الموجودة. لازم نفهم يعني ايه أخوة في الإسلام، أخوة في الدين، أخوة في الدم، أخوة في العروبة. الكلام اللي هو يعني يبان كأنه شعارات، وأحيانا بنطبقه وأحيانا لا، على حسب هوانا وأهوائنا أو على حسب الموقف. يعني كل حاجة سبحان الله. يعني الحياة غريبة، يعني الحياة فعلا غريبة. على حسب الموقف الناس بتتغير. تلاقيه يقول لك الأخوة وأنا بحبك في الله وكده، ولكن تلاقيه حصل موقف وتلاقي الأخوة والمحبة في الله دي كلها راحت وطارت. ما اعتقدش ان هي المفروض تمشي كده. ما اعتقدش ان هي المفروض الحياة تمشي بالشكل ده، او انه الاخوة تكون حاجة لحظية. ابسط حاجة في الاخوة ان احنا نحس باخواتنا اللي في فلسطين، اللي حاليا تحت الحصار والضغط والضرب والهدم وكل اللي بيحصل ده. دي اقل حاجه يعني. دي اضعف الايمان زي ما بقول، ان احنا نكون حاسين بيهم. ولكن احنا كمان الناس اللي بره بقى الضرب والكلام ده كله، ليه احنا مختلفين مع بعض؟ وليه احنا بنقطع في بعض؟ وليه احنا وحشين مع بعض؟ ليه احنا وحشين مع بعض؟ ليه وحشين مع بعض؟ يعني ليه يبقى في فيديو نازل تلاقي حد داخل بيشتم في دولة معينة، او والتاني يرد عليه. وليه سامحين لناس بتحاول تثير الفتنة بينا؟ ليه سامحين للناس دي تكون متواجدة بينا؟ ليه انا اغلط في اخواني السعوديين، وليه السعوديين يغلطوا في مش عارف مين، وليه مش عارف المصريين يغلطوا في مين، او مين اللي يغلط في المصريين؟ وليه بنحمل الناس فوق طاقتها؟ وليه كل واحد بيحاول يظهر ان هو الملاك الطاهر؟ هل احنا فينا حد طلع له جناحات؟ هل فينا ملائكة ما شاء الله؟ هل فينا حد رب العالمين يعني وكلوا علينا ان هو يقول له يحاسبه في الارض، يحاسبه كحساب الملكين زي ما بيقولوا، او كأنه رب العالمين يصدر عليه احكام؟ هل في حد فينا يعني انا بستغرب من يعني في ناس بتنزل فيديوهات واضح قوي ان الفيديو مفبرك، واضح قوي ان الفيديو مفبرك. وتيجي تبص تلاقي ناس داخله بتشتم في الدول، يعني بتشتم في دولة. انت بتشتم في دولة، الدولة دي انت تعرف فيها مين ومين 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 ومين. تشتم في دولة وقصف محصنات واتهامات بخيانة، واتهامات بانك مش حاسس مش حاسس بقضية، ومش عارف
ليه كمية التخوين اللي بيننا دي؟ ليه كمية يعني ليه حب التفرقة؟ يعني ليه حابين نتفرق يعني؟ ليه احنا حابين نتفرق؟ اتمنى ربنا يهدينا جميعا، لانه اعتقد وازعم يعني والله اعلى واعلم ان طول ما احنا متفرقين النصر هيكون بعيد شويه. اعتقد ان احنا لو اتحدنا فعلا كدول عربيه او كعرب كلنا اتحدنا مع بعض، وانا هنا بتكلم على الشعوب، انا ماليش دعوه بالحكام ولا بالانظمه ولا كذا ولا كذا، دول ناس هم عارفين شغلهم، انا ماليش فيه، ده مش بتاعي، مش شغلتي. انا اللي انا افهم فيه انه انا عامل ازاي مع اخويا المسلم اللي من دولة تانية، او اخويا المسلم اللي من دولتي اصلا، اللي هو بتلاقيه واحد من دولتي. يعني هو لو الكلمة فيها اخوة عرقية، لا انت ممكن تلاقي واحد من دولتك اصلا داخل بيشتم فيك. ليه؟ ليه يعني ليه ما نتحدش؟ ليه ما نبقاش كويسين مع بعض؟ ازعم واعتقد انه النصر امتى هيكون موجود؟ النصر هيكون موجود لما احنا كلنا نكون ايد واحدة. والله انا اعتقد والله انه لو العرب اتحدوا ممكن يحتلوا العالم، حرفيا يحتلوا العالم. ولكن احنا مش عاوزين نتحد، احنا بنسمح لناس بتبث جوانا فتنة وسموم فتنة وتفرق فينا، بنسمح لهم بده لمجرد انه هوايا وميولي ان انا والله واخد موقف من الدولة الفلانية، طب كذا، طب انا بقى الدولة الفلانية اقعد اشتم فيها للصبح، وانا بعتقد كده داخليا ان انا كده البطل القومي، يعني ان انا شتمت. هل انا لما كتبت كومنت او لما دخلت شتمت في دولة، هل انا كده بقيت بطل فعلا؟ هل انا كده فعلا بطل؟ ما اعتقدش ان دي البطولة، وما اعتقدش ان دي المروءة، وما اعتقدش ان دي عاداتنا وتقاليدنا، ولا حتى اللي ديننا الاسلامي علمنا عليه. مرة تانية هقول لازم نفهم معنى الأخوة بكل معانيها. تمام، وجزاكم الله خيرا، وآسف على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله.